السلام عليكم. النهارده هنتكلم تحليل شوية عن مباراة أسوان والزمالك. جمهور الزمالك ولاعيبة الزمالك وحتى المدرب بتاعهم جاي واثق النهارده ياخد 3 بونت من أسوان ويمشي، وهو مش عارف إن أسوان بعد ما غيرت المدرب ربيع ياسين وجابت المدرب أيمن، وعارف إن المدرب غير فكر اللعيبة، بقى مديهم دافع إن هما لازم ينزلوا كل مباراة يكسبوه. كسبانين إنبي، كسبانين المصري، داخل وهو عنده الدفعة إن هو هيعمل ماتش كويس عن الزمالك. عمل ماتش تكتيكي وعالمي الشوط الأول، ورغم إن هو كان المفروض يطلع الشوط الأول 4-5 لو كان في حظ، والزمالك ما كانش جه. الزمالك طبعا فييرا لازم يألف، رغم إن هو تملي بيلعب 3 ورا. طريقة لعبه غريبة مش عارف ليه، بيلعب مع فرق في القمة وفرق برضه تحت، بيلعب معاهم نفس طريقة لعبه ما بيغيرهاش. تلعب بشيكابالا، وهو شيكابالا خلاص جه الفترة الأخيرة إن أنت بتكرمه نص ساعة ربع ساعة، بتنزله شوط تاني لو الفرقة فايقة وكسبانة وأنت واثق إن هتكسب. انت عندك بره ناس احسن من شيكابالا، يعني مع احترام لشيكابالا وتاريخه. خلاص السن لما بيكبر انت بتبدا بقى تكرمه السنين دي كلها. يعني عندك شباب ناشئين بره، ما تنزل حد فيه. عندك سيف فاروق جعفر، عندك اسامه نبيل، عندك نيمار. اللعيبه دي كويسه، انت ليه بتحبطها؟ ليه بتنزل اوباما وهو اصلا ما بيلعبش بقاله فتره؟ ليه بتنزله ماتش وانت مغلوب؟ وتنزل سامسونج ده برضو الفيرود وانت مغلوب؟ ما بتنزلهمش ليه وانت كسبان؟ تدي الفرقه ثقه. ليه بتعمل معاهم كده؟ نص الملعب بتاعك النهارده ما كانش فيه نص ملعب، ولا دونجا ولا عمرو السيسي عملوا اي حاجه النهارده. نص الملعب كان فاضي. الشوط الاول تقريبا كان احمد بن حاج بتاع اسوان كان بيلعب لوحده مع الفرقه. لازم ما يألفش، هي دي الكوره احنا عارفينها، ما تألفش. 1 2 3 معروف. تلعب بره ملعبك متأمن. انت ليه واثق ان انت هتروح تكسب؟ مش طول الوقت الكوره بتضحك لحد، مش طول الوقت هتبتسم لك. العب زي ما الناس معروفة، العب بطريقتك، بس ما تألفش. ما تجيش تدي لعيب وتقول فعلا اللعيب ده لا يصلح للزمالك وانت بتنزله في اوقات ما ينفعش تنزله فيها. ما انت بتظلم اللاعب. ما تبقاش مدي اللاعب مباريات اصلا وتيجي تروح مديله مباراة وانت خسران. ما هو اللعيب مش هينزل هيشيلك، ما هو ما بيلعبش، ما عندوش حساسية المباريات. متحاولوش تظلموا اللعيبة. انا اتكلمت فني وفي الكورة، ما ولا طلعت اتكلمت في اي حاجة تانية. انا بتكلم فني في الكورة. يا رب الكورة في مصر تتعدل ويبقى كده، مش عايزين فرقة تبقى اللي هي بتكسب على طول والفرق التانية لا، عايزين الفرقة دي تكسب ودي تخسر والدوري يولع كده من بعد ما الأهلي كسب النهاردة بيراميدز. يعني الدوري كده هيولع. يا رب يفضل كده، نفس دورياتنا تبقى زي الدوريات الأوروبا العربية القوية.